السلام عليكم البنات. سباغيتي بصدر ديال الدجاج رائعة جدا من يدين لاله فاطمة، كما عودتنا دائما. سهلة وغير مكلفة، لا في الوقت ولا في المصاريف ديالها. نتمنى انها تعجبكم. سهلة وبنينة ورائعة جدا. شكرا لاله فاطمة. نتمنى انكم تخليو لها تعليق زوين ولايك زوين، وشكرا لكم. نخليكم معها. السلام عليكم. بغيت نبارطاجي معكم واحد الوصفه او نشارك معكم واحد الوصفه. بما ان دابا الحال شويه بدات يسخن، كنحتاجوا هكا الوصفات يعني يكونوا خفاف ويكونوا منعشين في نفس الوقت. يعني اكيد هذه الوصفه هذه يعني في اطار حمايه مقاومه الانسولين تشحم الكبد، فغتكون عباره عن يعني سباكيتي بصوص بلانش. هذه الوصفه غنحتاجوا ليها كورجيت، يعني الكميه اللي بغيتو في الكورجيت ها هي مقطعه على شكل ديال جوليان. غنحتاجو البواغو، غنحتاجو واحد الكميه من الدجاج، من صدر الدجاج. غنحتاجو كميه من الشامبينيون، يعني ديال الماء ولا الناشفين اللي بغيتو. انا عندي هادو هما اللي استعملت. غنحتاجو الكميه ديال الزبده يعني الحيوانيه، فاش غادي نشحروا الدجاج، فاش غادي نشحروا حتى الكورجيت. عندي شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الابزار، شويه ديال الكوزه، عندي الكريم فريش، ها هي كريم فريش، وعندي الملحه. اول حاجه غادي ندير يعني لاصوص طيب، ومن بعد غادي نشحر الكورجيت. غادي نتقاسم معكم جميع المراحل، فخليكم معنا. اذا الاخوات، ففي مقلاة فوق النار غنديروا واحد الكميه ديال الزبده، غنديروا كميه من الدهون الصحيه، يعني زبده حيوانيه اكيد. غادي نخليوها تذوب شويه، ومن بعد غادي نضيفوا الدجاج. يعني حبيت هاد الوصفه نشاركها معكم، يعني خفيفه، ماشي ما نحتاج لا الزواق لا تحداق لا والو، يعني دغيا. غادي نلسم بالبزار وبسكينجبير ومليحه. قليل من الملح، غادي نكمل بقيه المراحل ديال الصوص بلونش. وغادي نبارطاجي معكم اكيد يعني فاش غادي نبغي ندير الكريمه وداكشي. دابا اذا الاخوات، في مقلاة على نار يعني متوسطه غادي نوضع وضعت هنا الزبده يعني الحيوانيه والدجاج. غادي نزيد واحد الكميه ديال البورو، غادي نشحر كلشي حتى يطيب الدجاج. غادي نشحر هاد الدجاج مع البورو ومع المليحه ومع السكنجبير والابزار، ومن بعد غادي نتلاقى معكم باش نوريكم تتمه الطبق. اذا الاخوات، من بعد ما تشحرات ليا يعني الدجاج، صدر ديال الدجاج مع البورو مع الزبيده، ودرت لهم شويه ديال الابزار وسكينجبير، هادشي باش تبلت صافي. فدابا غادي ندير الشامبينيون، غنخليه حتى هو ياخذ حقه يعني في التزيره الملحه والابزار. نغطي عليه ونخليه حتى هو ياخذ يعني حقه في المذاق معاهم، في زبيده ومليحه وابزار. اذا الاخوات، من بعد ما تشحر ليا الشامبينيون حتى هو مع الخضيره ومع السير ديال الدجاج،
دابا غادي نزيد القشده الطريه، غادي نخليها غير تسخن، حيت كلشي طايب غير تسخن. غادي نغطيها غادي نضيف لها واحد القليل من الموتزاريلا، ماشي بزاف، غير شويه، حيت كنعرفوا حنا يعني اي فروماج يكون تيسيح راه مسموح عندنا في الحميه، كنعتذر الاخوات. غادي نشحر القريعه وغادي نتلاقى معكم في مقله واحده اخرى الاخوات. غادي ندير الزبيده وغادي نرمي الكورجيت، يعني غير دقائق، ماشي نخليوها تطيب وترول، لا غير شويه. غادي نغطيو عليها يرجع عليها الصهد من الفوق، ومن بعد غادي ندير ليها ابزار حتى هي، غندير لها شويه ديال الابزار، شويه ديال المليحه، وغندير ليها شويه ديال الزعتر، وغنطلقها من بعد. اذا الاخوات من بعد ما شحرت القريعه يعني في زبيده ومليحه وابزار وشويه ديال الزعتر، فلا هي لاصوص يعني كملت. غنحطها فوق منها وغادي نزين من الفوق شويه ديال يعني الفرomاج وشويه ديال شويه هكا يعطينا شويه اللون، سودانيه حاره. وبصحه والراحه، ونتمنى الطبق يعجبكم وتجربوه حتى نتوما، وعلاش لا، فمرحبا بكم.